الإخوة المؤمنون، لماذا قست القلوب؟ لماذا قست القلوب وقل الخوف من علام الغيوب؟ لماذا كثر الظلم والجور؟ لماذا زاد الغش والكذب والخداع؟ وأصبحنا نعيش في عالم الإسلام وفي مجتمعات المسلمين وترى أمورا يندى لها الجبين ويسيل لها الكبد مرارة، أمورا تكاد السماوات أن يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا كل هذا أحبابي الكرام؟ لماذا كل هذا؟ ذلك أننا أصبحنا لا نخاف الله ولا نخشاه، ونسينا بل وغفلنا عن حقيقة لطالما ذكرنا بها القرآن. لو استشعرنا هذه الحقيقة لما رأيت عاصيا ولا ظالما ولا غاشا ولا مرابيا ولا معتديا ولا نماما ولا مغتابا. نسينا أن الله مطلع علينا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يعلم حال كل مخلوق من خلقه، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، فهو جل جلاله لا يخفى عليه حال النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل ذكره على لسان خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل جلاله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الأحباب، يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، يخبر الله جل جلاله عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خفايا الصدور من الضمائر والسرائر. ولذلكم أيها الأحبة الكرام، كم يعصي الإنسان ربه ويختفي عن أنظار البشر، وما علم أنه وإن اختفى عن أنظار البشر فهو لا يستطيع أن يختفي عن رب البشر، يحاول أن يخفي ما عمله، ربما عصى ربه، ربما انتهك محارم الله واعتدى على حرماته، لا يعلم أن الله يطلع على أفعاله وبقدرته جل جلاله أن يفضحه أمام خلقه، لكنه حليم رؤوف رحيم، فلئن رحمنا الله في الدنيا فليكن ما اطلع عليه من خفي أسرارنا خيرا وبرا لنا. لأن الإنسان وإن أخفى ما يسره في داخله فإن الله يعلمه، وإن الله سيظهره ذلك متى؟ أتدرون متى أحبابي الكرام؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يندم الإنسان حين لا ينفع الندم. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة الكرام، لقد فهم أصحاب رسول الله من رسول الله تلك المفاهيم وأخذوا منه تلك التعاليم، فخافوا الله وراقبوه وعظموه واتقوه، حتى تقف فتاة من فتيات الإسلام لتضرب أروع مثل في أخلاقها وسلوكها لله جل جلاله، تخبرها أمها أن تخلط الماء باللبن حتى يزداد ويتكاثر ويزداد بذلك ربحهم، وأخبرتها أمها أن عمر لا يراهم، فتحرك الضمير بداخلها وظهرت رقابة الله في أخلاقها وسلوكها، فصاحت قائلة: والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. إن كان عمر لا يرانا فإنه
حملها هؤلاء، ومن أي المناهل العظمة نهلوا، حتى وعرض أن أحدهم روض عربية على نفسها ليأتي إليها وقد أسدل الليل سدوله وغارت نجومه وهدأت المياه في البحار، الناس نيام في دورهم وخدورهم، ينظر إليها يريد أن يقع بها وهي تذكره بالله جل جلاله، فهمس في أذنها قائلا لها مطمئنا لها: لا يرانا أحد إلا الكواكب، فصرخت قائلة: وأين مكوكبها؟ أي أين الله؟ إنهم خافوا الله ورقبوه وابتعدوا عن كل ما يغضبه وعملوا ما يرضيه، خافوه في سرهم وعلانيتهم في جميع أمورهم. أيها الأخوة المؤمنون، يا أخ الإسلام، يا من تعصي الله وكلنا ذاك، ألم تعلم بأن الله يرى؟ يا من يؤذي جاره، يا من يعق والديه، يا من يسيء إلى زوجته ويا من تسيء إلى زوجها، ألم تعلم بأن الله يرى؟ يا من يظلم الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ألم تعلم بأن الله يرى؟ كفى يا نفس ما كان كفاك خول وعصيانا، أما يكفي لهذا الجسد من الذنوب ما يكفي؟ أما يكفي لليد التي تطاولت على الربا أن تكف عن الحرام؟ أو ما أنا للعين التي تزني وزنها النظر أن تكتفي من النظر إلى ما حرم الله؟ أو ما أنا للقدم التي تسعى إلى بيوت الحرام وإلى الحرام أن تكتفي؟ أما أنا للسان التي تسب وتشتم الناس وتهتك أعراض الناس؟ أما أنا لها أن تكتفي؟ أما أنا للأذن التي تسمع الأغاني وإلى ما حرم الله؟ أما أنا لها أن تكتفي؟ أما أنا للبطن الذي أكل الحرام وأطعم عياله الحرام أن يكتفي؟ أما أنا له أن يكتفي؟ أما أنا للظالم أن يكف عن ظلمه؟ وما أنا للمتجبرين أن يكفوا عن جبروتهم؟ أما أنا للناس أن يعودوا إلى الله وأن يعلموا أن الله يراهم؟ معاشر المسلمين الموحدين، هل سألنا أنفسنا هذا السؤال يوما من الأيام؟ أين الله في حياتنا عندما نرتكب الذنوب والمعاصي بعيدا عن أعين الخلق؟ أين الله في حياتنا عندما ننتهك حرمات الله في الظلمات، في الخلوات، في الفلوات؟ أين الله في حياتنا؟ يدخل بعض الناس غابة ملتفة أشجارها لا تكاد ترى الشمس معها، ثم يقول: لو عملت المعصية الآن من يراني؟ لو عملت المعصية الآن من يراني؟ فيسمع هاتفا بصوت يملأ الغابة ويقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله، عندما نضيع أوقاتنا وشبابنا في معصية الله أين الله؟ عندما نطلق أعيننا ونفسح لها المجال لأن تنظر إلى